السلام عليكم. أبو خليل الجندي العراقي ليش يسمونه أبو خليل؟ هذا اللقب يعتبر لقب فخر للجندي العراقي. راح أقول لكم ليش سموه أبو خليل. سنة 1948 دخلت الجيوش العربية فلسطين وتم توزيع الجيوش العربية على المدن الفلسطينية للدفاع عنها، وكان الجيش العراقي بذيك الفترة مرابط بعدة مدن ومنها مدينة الخليل، واشتد القتال وسقطت هواي المدن بيد العدو، وانسحبت أغلب الجيوش العربية من المدن والمحافظات الفلسطينية إلا مدينة الخليل بقت مقاومة وصامدة بفضل استبسال الجيش العراقي وثباته بأرض المعركة. وبعد ما انتهت المعركة كانوا الفلسطينيين من يلتقون بالجنود العراقيين يوصفوهم بأبو خليل نسبة لمدينة الخليل اللي صمدت بفضل بطولتهم وشجاعتهم. وإلى الآن موجودة مقابر لشهدائنا الأبطال من الجيش العراقي في فلسطين. ورسالة من أبطال الجيش العراقي أبو خليل إلى أبطال فلسطين: كلنا وياكم وإن شاء الله منتصرين، واليوم كان هنا أبو خليل. أودعناكم.